يا أهلا بيكم. بصراحة كده لو في حاجة دايما بتعمل لنا دربكة في الإنجليزي هتكون هي ال passive voice أو المبني للمجهول. بس الخبر الحلو بقى إن الموضوع طلع أبسط بكتير مما نتخيل. في الكام دقيقة الجايين دول هنفك الشفرة دي سوا وهنكتشف إنها مجرد حركة ذكية في اللغة مش أكتر. طيب خلونا نبدأ بموقف بسيط قوي كلنا بنمر بيه. تخيلوا معايا كده، لقيتوا جواب محطوط على المكتب. أول سؤال هيخطر في بالكم إيه؟ طبيعي جدا هيكون مين اللي كتب الجواب ده؟ دماغنا على طول بتجري تدور على الفاعل. بس هنا بقى اللعبة بتتغير. عشان في اللغة زي الحياة بالظبط، ساعات كتير مين اللي عمل الحاجة دي مش هو ده المهم في الحكاية. لأن الأهم ممكن يكون هو النتيجة نفسها، الحدث اللي حصل. الأهم إن الجواب اتكتب. واخدين بالكم إزاي؟ بحركة بسيطة قوي كل التركيز يتحول من الشخص للفعل. أهو ده بالظبط هو سحر وجوهر الباسيف فويس. تمام، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. يعني إيه بقى passive voice؟ ببساطة شديدة هو لما بنختار إننا نوجه الكشاف على الفعل نفسه أو على النتيجة بتاعته بدل ما نوجهه للشخص اللي عمل الفعل ده. بصوا على المقارنة دي، هي هتوضح كل حاجة. في جملة الأكتف البطل بتاعنا اللي الكاميرا عليه هو أحمد، لكن في جملة الباسيف لا، البطل اتغير خالص وبقى هو الجواب. يعني الكشاف اتنقل من الفاعل للمفعول. ليه؟ ببساطة عشان في اللحظة دي المفعول هو الأهم في كلامنا. طيب الكلام جميل، بس بنعمل الحركة دي إزاي؟ الموضوع كله ليه قاعدة واحدة، قاعدة ذهبية. لو فهمناها كويس هنعرف نحول أي جملة تقريباً. اعتبروها المفتاح الماستر بتاع الموضوع ده. القاعدة الذهبية بتقول إيه بقى؟ سهلة قوي. بنبدأ بالأوبجكت اللي هو المفعول بيه، بعدين نحط شكل من أشكال فعل بيه، وفي الآخر خالص بنجيب التصريف الثالث للفعل أو ال V3. بس كده. صدقوني لو المعادلة دي ثبتت في دماغنا يبقى احنا كده فهمنا تقريباً 80% من القصة كلها. دي الأساس اللي هنبني عليه كل اللي جاي. طب ما تيجوا نطبق الكلام ده عملي على جملة زي she cleans the room. يلا بينا خطوة خطوة. أول حاجة، فين المفعول؟ هو the room. تمام، ناخده كده ونحطه في أول الجملة. تاني خطوة، نبص على زمن الجملة الأصلية. ده مضارع بسيط، يبقى شكل بيه المناسب هو is. حلو قوي. تالت وآخر خطوة، الفعل الأساسي اللي هو clean نحوله للتصريف التالت بتاعه اللي هو cleaned. وبس كده، الجملة اتحولت وبقت the room is clean. أحلى حاجة بقى في القاعدة دي إنها مرنة جداً، عاملة زي ما يكون معانا مفتاح جوكر بيفتح أي باب. الجزء الوحيد اللي بيلعب وبيتغير هو شكل فعل بي عشان يمشي مع كل زمن. وده معناه إننا نقدر نستخدم الباسيف في أي وقت، ماضي حاضر مستقبل. تعالوا نشوف إزاي. نبدأ بالمضارع البسيط. هنا بنستخدم يا إما is أو are زائد التصريف الثالث. يعني جملة زي he writes the report هتتحول بكل بساطة ل the report is written. طيب ولو ماضي بسيط؟ أسهل وأسهل. كل اللي هنعمله إننا هنغير is ل was أو are ل were. يعني he wrote the report هتكون the report was written. شفتوا؟ نفس القاعدة بالظبط، بس لعبنا في شكل فعل بي عشان يناسب الزمن. نيجي بقى للمضارع المستمر. هنا في تركاية صغيرة بس ذكية قوي. عشان نحافظ على معنى الاستمرارية اللي هو ال ing بنحط كلمة being في النص. بصوا كده، جملة he is writing the report هتبقى the report is being written، كأننا بنقول التقرير بيتم كتابته حالياً. الكلمة دي هي اللي بتحافظ على روح الزمن المستمر. والمستقبل باستخدام will، ده بقى أسهل واحد فيهم. الموضوع ثابت وما فيهوش أي تغييرات. دايما بنستخدم will be وبعدها التصريف الثالث. من الآخر كده، جملة he will write the report هتكون the report will be written. سهلة ومباشرة. تمام قوي. لحد دلوقتي احنا عرفنا ازاي نبني الجملة. بس السؤال الأهم بقى اللي بيفرق بين اللي حافظ جرامر واللي فاهم لغة بجد هو الليه. يعني امتى وليه استخدم الأداة دي في الكلام العادي. بصوا، في 3 حالات رئيسية بتخلينا نستخدم الباسيف. أول حاجة لما نكون منعرفش مين الفاعل أصلاً، زي لما نقول the car was stolen. العربية اتسرقت، مين سرقها؟ الله أعلم. تاني حاجة لما نكون عارفين مين الفاعل بس ده مش مهم، مش فارق معانا نقوله. والحالة التالتة ودي الأهم في رأيي، لما يكون كل تركيزنا على الحدث نفسه، زي ما نقول the exam was postponed. المهم إن الامتحان اتأجل، مش مهم مين اللي أخد قرار التأجيل. في كل دول الحدث هو البطل مش اللي عمله.
طيب قبل ما نقفل الموضوع فاضل بس كام تفصيلة صغيرة هتكمل الصورة كلها وتخلي استخدامنا للقاعدة دي احترافي. السؤال حلو، طب لو أنا بستخدم الباسيف بس برضو عايزة أقول مين اللي عمل الفعل، عادي جدا بنستخدم كلمة by. يعني ممكن نقول the letter was written by أحمد، بس خلينا نكون صراحة، في معظم الحالات لو لجأنا للباسيف أصلا فده معناه إننا مش مهتمين نقول الفاعل. ودي بقى نقطة مهمة جدا جدا لازم نركز فيها، مش أي فعل في الإنجليزي ينفع يتحول لباسيف، لا، في أفعال ما ينفعش معها الكلام ده. ليه؟ عشان الباسيف قايم على فكرة إن في مفعول به بنبدأ بيه الجملة. طب لو الفعل أصلاً ملوش مفعول به زي go يذهب أو sleep ينام، الأفعال دي تأثيرها مش بيقع على حاجة، فبالتالي مستحيل نلاقيها في صيغة الباسيف، ودي قاعدة ثابتة ما فيهاش أي استثناء. طيب نيجي بقى للخلاصة، للزبدة بتاعت الموضوع كله. لو حبينا نلخص كل الكلام ده في سؤال واحد بس، السؤال ده هيكون إيه هو الأهم بالنسبة لي في الجملة؟ الشخص اللي عمل الفعل ولا الفعل نفسه ونتيجته؟ والمقارنة دي بتلخص القصة كلها. في الأكتيف الفاعل هو نجم الجملة، أما في الباسيف لا، النجم هو الحدث أو النتيجة. يعني الاختيار بين ده وده هو ببساطة قرار أنا عايز أسلط الضوء على إيه بالظبط. وخلونا نختم وإحنا بنفكر نفسنا مرة تانية بالقاعدة الذهبية. المفتاح بتاعنا المفعول، بعده فعل بيه بشكل المناسب، وفي الآخر التصريف الثالث للفعل. دي هي الأداة اللي في إيدينا عشان نطبق كل اللي قلناه ده. ودلوقتي بعد ما فهمنا كل ده، السؤال الأهم واللي الصياغة نفسها جاية في الباسيف فويس أهو، القاعدة دي هيتم استخدامها إزاي في كلامنا وكتابتنا من النهاردة؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتحول المعلومات دي من مجرد شرح جرامر لأداة تواصل حقيقية وفعالة.